يابا سمعوا له هاي السالفة وهاي المصايب جاي يصير، ترى نقلا للمصيبة حتى تتوعون، مو للفضيحة هي. المهم سمعوا له سالفة هذا الرجل يقول أنا منتسب وأروح الدوام وأرجع، والحمد لله والشكر مستقر وقاعد بشقة لوحدي أنا وزوجتي وأولادي ونعمة كريمة. ذاك اليوم اجيت من الدوام ما لقيت زوجتي، أدق عليها تليفونها مغلق، البيت فارغ. المهم شوية ويجيني أخوي كان يقول لي أبو فلان ترى زوجتك شاردة. يابا شاردة على شنو؟ شو مسوي يا مرتي؟ لا زوجتك ماخذة فلوس بالفايز يعني ومتكاثرات عليها وطفرت هسه زوجتك بغير محافظة. قلت خلي نروح لأهلها. رحت لأهلها قعدت ويا أخوها الكبير. يابا المن ماخذتهن ذني الفلوس. المهم امشونا نروح وين؟ الذول الناس اللي ماخذة منهم فايز. رحنا على هاي الناس يابا ويطلعوا لك يطلبونها 37 مليون. هسه 37 مليون الجايبه بيها ما يقدر. هو الرجال يقول انا قاعد بشقه وراتبي مكفينا وزايد، يعني ما محتاجين. المنذرن 37 انت ماخذتهن. رحت عليها يابا وين بيت خالتها؟ قالوا بفلان محافظه. رحت لها بفلان محافظه. تعال ابويا انت شنو مسويته؟ كانت تقول لي هاي البنيه كذابه وانا ما ماخذه من عندها فلوس وانا كذا وانا كذا وتحلف وتتكفر. رجعت وين؟ رجعت لهاي المره اللي ماخذه من عندها فلوس بالفايز. حكينا وسولفنا قالت عمي هاي بفلان يوم اجت اخذت من عندي الفلوس وجت مره ثانيه هم اخذت. قالها كانت تسددك؟ قالت اي سدد. قلت ما تعرفون الفايز. المهم يقول عندي شقه رحت بعتها، بعت الشقة اللي قاعدين بيها احنا، نرجع نقعد ويا اهلي ماكو. اسبوع من قعدتنا ويا اهلي رهنت الشقة مالتي وبعتها وقلت لهم انا سددكم كل شهر لحد ما انه نوفيكم خير ان شاء الله. رجعت مريتي ومجهالي وين؟ يم بيت اهلي. هسه انا الشقة اللي قاعد بيها بعت، رجعنا يم بيت اهلي. شو هاي يوم يومين ثلاثة اقول لك انا ما استحمل العيشة ويا اهلك. اقول لك هو احنا يا اهل وصلنا لهاي المصيبه، يا اهل وصلنا لاهلي مو انتي. انا مو قاعد بشقه ومستقر والحمد لله والشكر، مو زين اهلي استقبلوني على مصيبتك. تقول له مصيبتي هي هاي البنيه كذابه وهاي البنيه كذا وكذا واخذت منك الفلوس. قلها يا كذابه عمي غير عندها دليل. هاي تروح بيه للشرطه هسه يسجنونه ويسجنونك. يقول خلته وطفرت. هاي هنا من طفرت وين راحت؟ راحت لأهلها. يابا أهلها أنتم راضين بهالكلام هذا؟ أخوها يقول عادي مرة، وأنت بعدين شنو تحلفها؟ بأي حق تحلفها؟ قال له عمي مطلوبة 37 مليون المن ذني، غير أعرف أنه هاي المرة ماخذة 37 مليون المن، هسه ماخذة 20 وزادا صار 37 ما يخالف، بس البنية هاي ماخذة هالفلوس هاي المن غير افتهم. المهم جيب الليف ودي الليف، صارت عركة وإلا تطلع ببيت الواحدة وأنا أقولها لا وهي تقول لا. يقول ذاك اليوم أدور أنا بالأوراق ما أدري إيش ردت، عندي معاملة بالدوام رادوا من عندي. يقول أدور والقى لك كمبيالة ب5 ملايين. هاي كمبيالة ب5 ملايين وباسم من؟ باسم ابني عمره 18 سنة. يقول لقيت الكمبيالة باسمه 5 ملايين فلان ابن فلان أخذ 5 ملايين. المن رحت وين؟ قلت هسه عوف الزعل عوف كل شيء، تعال هالمصايب هاي جاي تطلع لي شنو؟ واروح لك وين؟ لهلها. تعال بابا هاي شنو؟ يقول كان يجي أخوها قال له أنا أخذت. قال له هاي 5 ملايين المن أخذتهن أنت؟ قال له والله جاي نفتح مشروع أنا وابنك. قال له ابني عمره 18 سنة يفتح مشروع ب5 ملايين، أنا شنو دوري؟ أنا شنو دوري أنت وأختك تسوون هيك؟ قال له مو زين أرد أسوي ابنك براسه خير؟ قال له أنا عاتب عليكم، أختك 37 مليون أنت جاي ضاربني صفح ب5 ملايين، أنا دوري شنو الأب؟ المهم يقول وصلت وياهم إلى مرحلة إنه جاي يشوف ذول عصابة مو أهل،
يقول والله ذول عصابة من أب إلى أخ إلى هي البنية نفسها. يقول هم بلعتها وقلت يلا ما يخالف وليدي. وهذا الحكي شنو؟ أنا لازم أسدد الماخذة من عندك. يقول فوق كل هاي الله بعد راد يفضحها، بينهن كلهن. يقول طبيت للبيت عيني تليفونها مفتوح تسمع بنغمات ما ادري شنو. يقول قلت لها سوي لي اكل، راحت وافتح تليفونها والقى المصايب هنا. المصيبه انه طلعت زوجتي ذن الفلوس اللي تاخذهن تصرف على عشيقها. هسه اني بعد هنا اصبر. قلت لها تعاي يا بنت الحلال تعاي، هذا شنو؟ قالها الله فضحك، بينك بوحده والثانيه والثالثه وطقك بالرابعه، فضحك انت واهلك. تعاي عمي هاي شنو؟ انت تتهمني؟ قالك اتهمك وغير التليفون بيدي، هاي صورك وهاي العشقيات مالاتك. عمي انت من هاللحظه ما تصير لي مرة. يقول وديتها لها وقلت لهم عمي هاي بتكم هيك وهيك وهيك. انت تحكي على بنتين بيناتنا المحاكم. هذا ياهو ابوها واخوها الكبير. فوق كل ذن اللي سوتهن انا بعدنا لحد الان مو زين بنظرهم. للمحاكم طلبت نفقه وتريد حقوقها وتريد كذا. انا سويت، يقول اول شغله سويته ذول اهل الفايز قلت لهم عمي انا ترى مالي علاقه من هاي اللحظه، المره طلقتها، تريدون اياها ذولاك اهلها وروحوا لها. انا اعرفكم؟ قالوا لا. قال لكم الطوئه؟ قالوا لا. كفلتها؟ قالوا لا. قال لهم خلاص انتم واهلها. المهم ويوصل لك طلعت ما ماخذه بس من ذولي، واصل المبلغ 160 مليون مطلوبه. تصرف على هذا صاحبة لها واحد جربوع وتصرف عليه وترجع لي ورا. فالغايه من القصه هاي يا اخواني، هذا اللي يسكت على قولة هذا من أمن العقاب ساء الأدب. مرة هيك سوت وهذا فعلها، على شنو باقوا وياها؟ على شنو أصبر وياها؟ زين أنتم الأهل اللي تدرون بنتكم جاي تمشي بهالطريق هذا، على شنو مأيدينها؟ لين تعطيهم فلوس. فالأخ حتى لو باطل ماشي وياها، المهم المادة. شوف العوائل وين جاي توصل مع الأسف. اللهم يحفظنا ويحفظ عوائلكم بحق محمد وآل محمد. تحياتي واحترامي لكم جميعا. مهنا الصالح. اخواني كل اللي اريده منكم لايك وشاركون هالفيديو هذا، خلي الناس شوي تتعظ، خلي الناس شوي تتنبأ انه اكو اشياء جاي يصير من وراء ظهرهم. الغاية من الفيديوهات اللي جاي اطرحها ومصايب ومشاكل الناس، الله شاهد ورقيب انه انتم تتوعون من اللي جاي يصير بيكم. حالات نصب جاي تصير ومن اهل الزوجة، من اهل الزوجة، مع احترامي للناس الزينة. انا جاي احكي عن الناس السلبية، الناس اللي جاي توصلكم لهيج مرحلة، يستغلون طيبتكم، يستغلون انه انتم تحبون عوائلكم، تخافون عليهم، خايفين الله بيهم، يستغلوكم بهيج الطرق. في امان الله وحفظه.